السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم أخوكم سعيد من قناة مشاريع بلادي. اليوم غنتحدثوا أخوتي على ملعب أدرار مدينة أكادير. غنشوفوا هذا الملعب كيفاش غيكون التغيير ديالو من هنا ل 2030 المونديال إن شاء الله. أما بالنسبة لكأس إفريقيا راه ما كاين فيه لا تغيير لا والو، راه غيتم إزالة المدرج، وغيكون على الشاكلة ديال ملعب طنجة وملعب أكادير. ملعب الرباط عفوا غيحفروا الأرضية بحال ملعب طنجة، حيت الشكل ديال الإصلاح ديالو غيكون ساهل بعد كأس إفريقيا إن شاء الله باش يوجدوه المونديال، وغيكون يقوموا بالتغطية ديالو على هذه الشاكلة كما كتشاهدوها الخوت. الشكل ديالو غيكون رائع إن شاء الله. دابا حاليا خدامين على تهيئة الأرضية خارج الملعب على المرافق بحال موقف السيارات. غتشاهدوا خوت هادو الكراسي ديال الفي اي بي، خاص يكونوا كراسي حديثة ومكان ذوي الاحتياجات الخاصة في الملعب. كما كتشوفوها المرافق اللي غيتقادوا برا الملعب، كما تشوف ملاعب تنس ملاعب سباحة بحال المركب مولاي عبد الله، وبحال هذا طنجة تا هي راه دايرين فيها بحال هكا. كما كتشاهدوا الخوت هنايا راه هما كيقادوا هذا المرافق كيحفروا برا الملعب، تيران التدريب وموقف السيارات ومسابيح غيكون الشكل ديالو ان شاء الله جميل. بعد كاس افريقيا ان شاء الله غيكون الشكل ديالو جميل، غيقادوه مزيان. هاد المعلمة وحشومة مدينة أكادير والجمهور ديال مدينة أكادير ما يكونش عندهم واحد التيران زوين، حيت الشكل ديال ملعب أكادير من الخارج راه كارثي. كما كتشاهدوا الخوت راه كاينه قوة الحجارة وهذا راه كان كارثي، وكاين الكريساج تما، وهذاك حشومة خاصهم يقادوه ويربطوه بالمواصلات باش العائلات وهذوك يجيو يتفرجوا، ماشي راه حين كيوقعوا هنايا كوارث راه خطيرة في هاد جانب هاد الملعب. خاص السلطات تراقب هاد الوضع ويشوفوا حل الجماهير ديال مدينة أكادير، حيت كاينين الناس عائلات، كاين المراه اللي عندها وليدات كتبي يتفرجوا ولا هذاك، راه حشومه ما كتقدش تجي للتيران، كيولوا يديروا بالناقص ما الجماهير ديال. وكاين الشغب بعض الخطرات تما كيكون برا التيران، حيت هما كيخافوا من الشغب، وراه كاين الشغب لا بيكون. فرض لي عقوبات على الناس، فرض لي عقوبات على الناس اللي كيديروا الشغب، منعوا من التيران مدى الحياة كما كيديروا الدول الأوروبية. شي واحد كيحصل فيه الشغب ولا العنصريه ولا داك كيمنعوه مدى الحياه ما يدخلش التيران. هذا هو اللي كيعرف قانون باش تعاقبه، باش واحد اخر منين تسول ليه نفسه يبي يدير نفس الفعل كيخاف، كيقول هاد الخطره ما باقيش غنجي نتفرج، هذا ما غيقدرش ندخل الملعب. هادشي اللي خاص الدوله تفطر ليه هو هذاك. ما هما الا جيتي الشغب تلقاه بالعنف راه غيولد ليك العنف، وغيخرجوا برا وغيأثروا على المدينه، وغيلقاو الحافلات غيهرسوهم، لقاو الطوموبيلات يهرسوهم، محلات تجاريه غيهرسوهم، وغتبقاو في مشاكل ديما. اللي دار كاينين نركبوا كاميرات في التيرانات، هذاك اللي دار شغاب ولا هرس شي حاجه يتهز والله تا يمشي كاع لدارو ويجي يهزوه من دارو. ها اللي درتي وها درتي، الكاميرات ها الدلائل صافي حكم عليه داكشي اللي بيتحكم عليه ديال العقوبات ولا هذوك، ومنع من الملاعب مدى الحياه. فيما كان السميه راه طالع روش يرش عندهم كما كيديروا اوروبا، ما كيقدش، راه الناس فاتت هادشي بمئات سنوات ضوئيه. وكنتمنى هادشي ينطبق على جميع المدن بحال طنجة الرباط، هذا الدار البيضاء، ملعب مكناس اللي غيتقاد، ملعب تطوان، كلشي يولوا المسؤولين حازمين في هاد الامور ديال الشغب وهذا، باش راه من العيب والعار ملعب تخسر عليه الزباله ديال الفلوس وفي الاخر يجي يتهرس وتم الغلق ديالو عاوتاني سنه او سنه ونصف عاوتاني ونعاودو نفس الاشكال. خاص العقليه تغير باش البلاد تزيد لقدام، خاص الملف يتطرق صافي يتسد في دقه واحده. ايوا خوتي بلا ما نطول عليكم كنتمنى لكم رمضان مبارك سعيد. ايوا ونتلاقاو في فيديو قادم ان شاء الله. ما تنساوش الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس. الى هنا كنقول لكم اخوتي السلام عليكم.